أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. لسه مستمرين مع حضراتكم في الفترة المفتوحة، والنهاردة هيكون مشرفنا في فقرتنا الشاعر حجازي يونس. أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور امل، واهلا بالساده المشاهدين. هنتكلم طبعا مواكبة لاحتفالات عاصمة مصر الأولى طيبة الطيبة، مدينة الأقصر عروس النيل، وابتهاجا بعرس أعرسها الليلة احتفالية افتتاح طريق الكباش. حضرتك يعني واحد من أبناء الأقصر وأيضا من مثقفيها، لو هنتكلم على أهمية هذا الافتتاح، هيمثل إيه الأقصر والمصر بصفة عامة، والأهالي الأقصر إحساسهم إيه وهو بيتم يعني احتفالية كبيرة زي اللي هتقام النهاردة وهتشهدها مصر للعالم كله، تقول إن إحنا عندنا طريق زي الكباش اللي هيتم افتتاحه النهاردة؟ والله هو هذا الحدث العظيم ينتظره العالم اجمع، حتى يعني الاصدقاء الاجانب الالمان والانجليز كده بيبعتوا رسائل ونفسهم يجوا، في اللي منهم جاء برضه يحضر الافتتاح. فان شاء الله هيكون في تسويق عن طريق التور اوبريتورز اللي هم دير توريستيك والتيوي والاي تي اس والماستر ترافل كده. فعن عبرهم هيتم تسويق ان شاء الله. وبداوا سياده النائب البرلمانيه نور علي ماستر ترافل دي بدات، دي رئيسه الغرفه السياحيه، ماسكه الغرفه السياحيه في البرلمان. فبدات بالفعل قبل كورونا تسوق للأقصر تسويق للوكسير لوكسمبورغ، اللي هو الزبون اعلى من زبون دبي ان شاء الله نازل لزبون الأقصر. ولكن حضرتك لنا رجاء، يا ريت التفتيش المراكب والبازارات السلعه تتسعر. ما فيش واحد يبيع شيشه ب 500 جنيه وواحد يبيعها ب 500 يورو. عايزين نتكلم عن جزء من قصيدة ليك قصيدة، يعني قصيدتك طريق الكباش، لو نفتتح اللقاء بجزء من القصيدة. ممكن نفتتح القصيدة إن شاء الله. في قصيدة اسمها هنا الأقصر، وفي قصيدة طريق الكباش. ممكن نقول إيه؟ فلاش من نور ماشي في طريق الضي، وهو الأقصر شاعت نور. صبح الله الحي والنيل تلألأ بلور، وراكب حصان على المي، راكب حصان على المي، ويا عالم لف ودور، تعا اسمع طبل الحي، والحال يصبح ميسور، والسيسي شرف جاي، والموكب بدا الحضور، والأغاني للسياح على عربات الحنطور، والموكب ظهر وجاي. الأقصر بلدنا بلد سواح، مشهد يشهد للكون. اليوم ابت أمون تارهنت، سيرا على الأقدام لزيارة زوجته مت، إلى معبد الأقصر وفي سما طيبة طار بالون، إلى معبد الأقصر وفي سما طيبة طار بالون، والنيل شارب من كل لون. وادي الملكة حتشبسوت أضاءت معبدها كما أجمل شرفة وبلكون. وادي الملكة حتشبسوت أضاءت معبدها كما أجمل شرفة وبلكون، شرقا مباشر للكرنك. والموكب كان كل عام يمر على أهل طيبة زمان، من جنبين جمهور ولمة، والموكب أهو دار كهنة ملوك ملكات عازفات راقصات خلفيهم العامة. كمرشد سياحي يعني كلمنا عن جمال الأقصر وكمزار للسياح، وأبرز حاجة فيها بتكون يعني جاذبة للسياحة أكتر إيه من وجهة نظرك؟ أنت بتحب فيها أكتر حاجة إيه؟ والله هو أحب الطبيعة في الأقصر أكتر حاجة. الطبيعة ممزوجة بالسياحة، بالثقافة، بالعالم، بالآثار، بالقرى الصغيرة، بالمعابد، بالمقابر الجنائزية. عيد الإبت الإبت ده نفسه حضرتك كان في العصر الفرعوني يحضروا العامة برضو بالفرح، زي ما أهل الأقصر دلوقتي بيستقبلوه ببهجة وفرح، كأنه إيه أخلوا المنازل طبعا قصاد الكباش طبعا إيه خوفا إيه من أي خطر. وإن شاء الله مصر محروسة، إن شاء الله إن شاء مصر الله، محروسة وبقول ومحمية حتى بإذن ضد الله. الإرهاب إن شاء الله. الله أكبر. مصر محروسة. مصر يا أم الدنيا. مواكب الأحزان عدي بقى وفوتي، كرهة للأوطان وهربة في سكوتي، لما انتخبت شطان
يظهر ليه حنوتي يرميني من فوق الحيطان لما اتمرد في سكوتي. يا مواكب الأحزان يا مواكب الإخوان، عديتي خلاص موتي. قلبك إن كان ناشف أنا فرعون زمان، قلبي حيط معبد مليان أسرار وعواصف، مبني بحجر جلموتي، بتقله متهربد على كل عميل جبان، سكران ومعربد في المعبد الكهنوتي. فحبه ليه متأبد في كره تلمودي. أحسنت يا أستاذ حجازي. هنطلع دلوقتي نشوف فاصل. تحيا مصر، أغنية من تأليفك، تحيا كلماتك مصر. إن شاء الله نقول أغنية احنا هنشوفها هنا في الفاصل، هتعرض معانا ونرجع مرة تانية نستكمل حوارنا مع حضرتك. حاضر، ده شرف عظيم. شعب وجيش، تحيا مصر تاريخ وحضارة، وطني الغالي زي ما فيش. تحيا مصر أم الدنيا، تحيا مصر شعب وجيش، تحيا مصر تاريخ وحضارة، وطني الغالي زي ما فيش. مهما نقول ونعيد في الجول، ومهما نقول ونعيد في الجول، مهما نقول ونعيد في الجول، كل كلامنا ما يكفي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا 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 مصر. تحيا مصر زعم وقيادة، حب الوطن في القلب عبادة. تحيا مصر زعم وقيادة، حب الوطن في القلب عبادة. مصر أمان وسلام وسيادة، زاد الخير وجاي بزيادة. مصر أمان وسلام وسيادة، زاد الخير وجاي بزيادة. ومهما نقول ونعيد في الجول، ومهما نقول ونعيد في الجول، مهما نقول ونعيد في الجول، كل كلامنا ما يكفيش. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا 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 مصر. تحيا مصر المذكورة في كتاب الله، تحيا مصر المنصورة بإذن الله. تحيا مصر المذكورة في كتاب الله، تحيا مصر المنصورة بإذن الله. اللي هتبقى قد الدنيا، اللي هتبقى قد الدنيا، ادعوا معايا، ادعوا معايا، ادعوا معايا إن شاء الله تعيش. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا تحيا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، لسه معاكم في الفتره المفتوحه، وبجدد التحيه بيك مره اخرى الشاعر حجازي يونس. اهلا بيك مره ثانيه. تشرفنا. كنا عايزين نتكلم عن طريق الكباش او طريق الالهه، وحضرتك طبعا من ابناء الارض الطيبه. نعم. ارض طيبه. لو تشرح لنا بقى طريق الكباش، طريق الالهه، شكله، اهميته. أولا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وأحب أوضح لحضراتكم أنا لست خبير بالسياحة، والسياحة لها خبراءها، ولكن طبعا كحضرتك قدمتيني من أهل الأقصر. إن شاء الله هحكي لحضرتك عن طريق الكباش. ده كان بيحتفل به الفرعوني اللي هو الإله أمون ومت وخنسو، اللي هو مت دي زوجته خنسو اللي هو ابنهم. فكانوا بيطلعوا من معبد الكرنك
خصيصا. وأولا بدأ أمنحتب الثالث الذي بنى معبد الأقصر هو الذي بدأ بطريق الكباش، ونختب الأسرة 30 اللي هو أكمل طريق الكباش. فحضرتك بيطلعوا بإيه؟ بالثالوث الطيبي ده من داخل صالة الأعمدة على حاجة اسمها هافن بالألماني أو مطار صغنن كده بيحطوا عليه القوارب دي وموصلينها بالنيل. ده كان أحيانا عند العودة. ففي الذهاب كانوا بيذهبوا عن طريق إيه؟ كانت حتشبسوت عاملة إيه؟ استراحات في السكة، برضه كانت مهتمة بموضوع أو الاحتفال بعيد الأب ده. وطبعا كان بيكون 400 شخص من العامة كان بيتقدموا الكهنة وبيرفعوا طبعا ايه الثالوث الطيبي ده، وفي تمثال للملك آمون على اساس انه هو روحه في التمثال ده طبعا ممسوح تاريخ عظيم يعني تاريخ حقيقة. عظيم ومطلي بالذهب او بالفضة حضرتك، وممسوح بالاغلى البرفانات وكده، مهتمين بيه جامد حتى العامه على النيل من يعني من بيتفرجوا كده الاله رايح ايه عشان تجديد ايه الخليقه لزوجة تموت بمعبد الأقصر. والطريق الكباش ده 2 كيلو 700 متر، العرض 70 متر. طبعا كل كبش رأس كبش، كل تمثال رأس كبش وجسم أبو الهول أو أسد. عشان كده سمي بطريق الكباش، يعني حضرتك تقصد كده؟ نعم. وكان الكبش ده بيرمز لآمون اللي هو الإله آمون، اللي هو حضرتك هتلاحظي تمثال كل أسفل كل كبش التمثال ده اللي هو الملك نفسه. فمعنى آمون إن هو الكبش ده حامي الملك وحامي المعبد. أستاذ حجازي، يعني كواحد من أبناء الأقصر وأيضا من أبناء المنطقة اللي تم إخلاءها للتطوير، رأيك إيه في التطوير ويعني أحوال المنطقة والأقصر بعد التطوير؟ والله هو الموضوع بدايته حضرتك بيكون تذمر أو الناس بتزعل أو بتخاف، كل واحد بيخاف على المكان اللي أكل عيشه فيه. لكن شعورك الآن ولكن إيه؟ فيما بعد الناس تفتحت والشباب تعلم بالفعل لما لقيوا بالفعل نظفوا لهم أماكن نظيفة كده يعني، النتائج لقوها إيجابية يعني. نعم. في السيول أولا قرنة مرعي البعيرات دي شالوهم برضو عوضوهم بالمنازل دي. فالناس دي ما زالت ما شاء الله مبسوطة ومبسوطة بمجيء تشريف الرئيس السيسي للأقصر وكده. فالناس مبسوطة الحمد لله. ناس مبسوطة. ومرة تانية بنوجه التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح هذا الطريق العالمي والأكثر من رائع، واللي هيكون يعني مفيد وهيكون ليه صدى عالمي في جذب مزيد من السياحة العالمية لمصر والأقصر تحديدا. هنتكلم مرة تانية عن حضرتك اشتغلت في السياحة كمرشد سياحي، يعني لو بتتكلم عن حال السياحة في الأقصر اليوم. والله حال السياحة في الأقصر اليوم الحمد لله وصل معدل من 40 ل 45 بدلا من 0. هي كانت السياحة بدأت تشتغل لولا موضوع جائحة كورونا ربنا يعفي العالم ويعفينا عنها يا رب وعنكم وعن المشاهدين والسامعين. فالموضوع ده إن شاء الله خلاص، موضوع كورونا إن شاء الله ده هيخلص، وإحنا عندنا كده 45% والناس بدأت تاخد التطعيم طبعا. واللي مش هياخد التطعيم ده طبعا لو له بطاقة شخصية مش هيقدر يطلعها ويستخرجها. اتفضل. زيد فضلك يا فندم. فلذلك السياحة عندنا 45% إن شاء الله بعد موضوع الكباش ده أملين إن شاء الله هتوصل تزيد ل 90% إن شاء الله مباشرة إن شاء الله بإذن الله. والناس وشعب الأقصر يطمئنوا إن شاء الله. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بكل شبر في مصر. والله شفت له صورة في الطيارة وهو بيبص على المعابد كده، بيبص على كبده مش بيبص على بلده. فالراجل ده بالفعل أنا ابتديت أقتدي بيه
كرجل ويعينوا على مصر، للرجل الأول، حل وتحيا مصر مشاكل المصريين وتحيا وحل رئيسنا مشاكلنا. السيسي. لو اللهم هنتكلم آمين. على أكثر الوفود السياحية اللي بتقبل على مدينة الأقصر، نعم. حضرتك شايف مين أكثر الوفود السياحية؟ والله حضرتك في الألمان أكثر وفود بتجي لنا إن شاء الله، وفي الإنجليز، وفي بعد كده اللي هي الجنسيات الشرقية. تعاملت مع الجنسيات المختلفة، انطباعهم إيه برأي حضرتك، أو شايف انطباعهم إيه عن مصر وعن الأقصر تحديدا؟ والله أنا بتعامل مع الألماني تحديدا، فالألماني ده زبون محترم طبعا وجاد وذو ضمير ميكنة بالفعل. فالألمان الزبون الأول حاليا في مصر، يا ريت نهتم بالزبون الألماني، ويا ريت الحكومات ترخص لنا يعني يكون في تذاكر اقتصاديه للأقصر. الأقصر يتفتح لها شارتر، مش موضوع الأوفر دي من الغردقه على الأقصر، لا، يتفتح لنا شارتر على اساس البلد تشتغل، الأقصر أسوان ككروزه وكده يعني. أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشاعر حجازي يونس، بتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح، وإن شاء الله مزيد من التألق، ومزيد من يعني النجاح للأقصر، ومزيد من زيارات السياح والانتشار عالميا، وإن شاء الله تكون افتتاحية يعني مفيدة وممتعة لمصر كلها ولأهالي الأقصر، ويكون حدث تاريخي وعالمي افتتاح مثل هذا الطريق اللي يعني هيقوم بافتتاحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيشرف هذا الافتتاح الحقيقة. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، آخر فقرة الفترة المفتوحة مع عبير عبد الله، انتظروها.